بسم الله ما شاء الله. شايفين سامعين البقبقه دي؟ اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بس بقى لو الصينيه كانت مليانه بطاطس ما كانتش تتلسوع اللسوعه دي، هي عشان بس الصينيه فيها ايه. بصوا احنا النهارده جايبين الفرن عشان هنعمل صينيه بطاطس. هنعمل صينيه بطاطس في الفرن هنا اهو، ما بياخدش وجيد زي ما انتوا عارفين. هو فرن صغير اهو، الفرن كنت عاملاه معاكم اهو، فرن صغير ما بياخدش وجيد. اي شويه وجيد، حاطين شويه حطب فيه اهو، جايبين هنا حطب اهو اهو. النار طالعه اهي. عشان ايه؟ خرطت بطاطس كده مع بصل وحط عليهم طماطم، وهحطهم بقى في الفرن يطيبوا. هنا نحط الصينيه هنا بس احنا نسخن الفرن بس. شايفين بقى اللي هناك دي القوانين اللي عملتها معاكم اهي، القانون الكبير اهو والقانون الصغير اهو. دي القوانين بقى اهي، دي نسخن عليها ميه، نعمل عليها محشي، نعمل طب اي حاجه طبيخ، اي حاجه تعمل القوانين دي. شويه كلوح كده ونجيب في القوانين دي. شايفين عامله ازاي اهي؟ دي انا كنت عاملاها معاكم، هي لسه ما نشفتش اهي. انا هنا جبت الفرن اهو عشان ايه؟ عشان اطيب صينيه بطاطس نتغدى بيها يعني. البطاطس عملتها مدور كده، والبصل برضو مدور، ورحت حطاهم يعني راك بطاطس وراك بصل وبعدين راك بطاطس وحبه زيت كده وحبه سمنه وشويه توابل وعصير الطماطم كده عليهم، ونجي بقى جاي وهاجي احطهم في الفرن هنا. قلت اسخن الفرن، انا جهزتهم يعني، انا خرطت البطاطس وجهزت كل حاجه يعني. الصينيه جاهزه وعليها الطماطم وعليها كل حاجه، ما في غير بس ان الفرن يسخن وهجيبها هنا احطها في الفرن كده عشان ايه؟ نتغدى بيها. بتبقى حلوه قوي يا جماعه يعني. الفرن الطين ده بيطلع بقى اي صينيه باذنجان بطاطس، اي صينيه طواجن، اي حاجه بيطلع منها طيب كده من قعر ومن فوق، بيبقى حلو جدا يعني. وبيبقى طعم ما يعلاش عليه، اللي هو طيب بالحطب ده بيبقى طعم ما يعلاش عليه. شايفين الفرن هو صغنون قد ايه حلو ازاي؟ يبقى محكوم الفرن، محكوم يعني. انا ما اقدرش المس البطاطا تحت الوقت، البطاطا هي سخنه على الاخر اهي زي ما انت عارفين كده. ناس بتسالني تقول لي هو انت حاطه يا ابو محمد، حاطه في البلاطه اللي هي بالاسمنت والطوب الاحمر، انت حاطه فيها فيها سيخ حديد؟ لا، انا عملتها من غير اي سيخ حديد خالص، عملتها بالاسمنت والطوب الاحمر بس. طبعا انا عامله بلايط كتير على القناه، عامله البلاطه اللي هي بالطين، البلاطه اللي هي بالاسمنت والطوب الاحمر، ودي تاني واحده عاملها معاكم على القناه برضو بالاسمنت والطوب الاحمر. حلوه، بتسخن بسرعه يعني، حلاوتها ان هي بتسخن بسرعه. والفرن محكوم كده برضو. شايفين شويه حطب اهو. انا كنت جايده بس كنت جايده شويه كلوحه قبليهم اهو، شويه حطب اهو جايداهم انا من هنا. شايفين النار طالعه قد ايه؟ بيخلي الفرن سخن وحلو يعني، مفيش دخان كتير. شايفين الدخان مفيش قليله خالص اهي. تحس كده ان الفرن مش مدخن وفي نفس الوقت جايد، عشان الفرن محكوم وحلو. وفي نفس الوقت التاني احنا مش جايدين فيه حاجات بتدخن، احنا جايدين فيه الحطب ده. لما تكوني تعملي طواجن تعملي صواني تجيبي حطب، ما تكوني هتجيبي بوسط تكوني تخبزي. لو مثلا هتخبزي وبعدين تروجي الفرن وترمي ايه وتيجي راميه الرغيف في البلاطه. اما لو طواجن زي كده خلي الجيده كلها كلوح وحطب وجله، بتكون الفرن ما بيدخنش ما بيصمتش الاكل، وفي نفس الوقت التاني بيبقى حلو، بيبقى الحاجه حلوه يعني، بيسخن بسرعه. فاهمني؟ هنجيب الصينيه بقى ايه، الفرن بدا يسخن اهو. اجيب الصينيه احطها هنا في الفرن عشان ايه؟ عشان بقى تطيب. الفرن محكم ازاي اهو، في وتبقى قاعده في شتكه منها ان انت تطيب تعمل الاكل، ومنها ان انت تدفي يعني، تبقي دفيانه كده وانت قاعده الفرن. القعده قدام الفرن في الشتاء بتكون حلوه يعني، تبقي دفيانه وتطيب الاكل وانت قاعده. ده الغدا اللي انا بعمل وقت الصينيه. قلت ايه هنتغدى بيه، احنا عندنا العيش نتغدى بيه. قلت نعمل رحت يعني اكل يعتبر اكل سريع يا جماعه. شويه بطاطس تجوريهم، شويه بصل وراك كده وراك كده، ويلا تنزل عليهم بعصير الطماطم وشويه توابل حلوين كده وحته سمنه حلوه وشويه زيت، يلا وتدخلهم في الفرن. مفيش ربع ساعه بعمل زي المرهم كده، بيبقى حلو جدا يعني. هتشوفوا دلوقتي لما اجيب الصينيه احطها هنا في الفرن، وتشوفوا لما يطلع من الفرن هتلاقوه عامل ازاي. بس بالله عليكم ما تنسوناش بقى باللايكات وتعليق حلو منكم كده، عشان محتوانا يستمر، محتوانا الريفه دي يستمر، ونفضل مستمرين معاكم ونقدم لكم يعني كل ما هو قديم. الحياه القديمه الريفيه ان شاء الله باذن الله هي موجوده عندنا في قناتنا. اي حاجه يعني ريفيه وقديمه اتعملت زمان فهي عندنا احنا، موجوده عندنا في قناتنا يعني، ان شاء الله باذن الله هتلاقوها عندنا. فاحنا كده استعدوا ان احنا نستمر في المحتوى القديم ده
ونعرف ان هو له جمهور وله محبين، فاحنا هنستمر وننزل حاجات اكتر واكتر، فاهمني؟ فاللي يشوف الفيديو كده يحط لايك، يعني هو اللايك مش بفلوس، يعني اللايك ببلاش، تعملوا لنا لايك عشان فيديوهاتنا بس الناس تشوفها تاني وتاني. بنعمل معاكم فران وبلايط وقوانين ونجد الفرن ونعمل حاجات الريفيه كلها والقديمه كمان، يعني هو حاجه موفره جدا يا جماعه. من الطين عملنا فرن معاكم حبه بحبه لما خلصت معاكم اهو. من الطين عملنا فرن، ومن شويه حطب بنجد الفرن وبنعمل ايه، وبنعمل فيه الاكل اللي احنا عاوزينه، سواء تعمل بقى طاجن بطاطس بدنجال، مثلا انت سلقه بط ولا اي حاجه وفراخ ولا اي حاجه، وتيجي عامله عليها برضه مدخلها الفرن، تحط لها طماطم وتدخلها الفرن كده تطلع احلى حاجه. هتعملي فطير مطبق، اي حاجه تعملها في الفرن بتطلع احلى حاجه يعني، وبتبقى طعمها حلو اهو زي ما انتم شايفين كده. نجيب الصينيه بقى ونحطها في الفرن دلوقتي. بصوا بقى دي يا جماعه اهي البطاطس بالبصل والطماطم والزيت والسمنه، هي دي اهي. هحطها بقى في الفرن اهو اهو. النار طالعه من جوه بسم الله ما شاء الله اهي. هندخلها في الفرن جوه خالص كده اهي شويه كده، وهتلاقوها بقى طابت وزي الفل. نجيب بقى ونطلعها الغدا دي. طبعا انا مش مكتره يعني، ما كترتش، ما مليتش الصينيه يعني، عشان تبقى هي غدويه وخلاص. لو فات حبه للعشاء خلاص، مش لازم نكتر حاجه ونركنها يعني. شايفين النار طالعه ما شاء الله على الصينيه من جوه الفرن اهي. بصوا الصينيه اهي في الفرن اهي، يعني ممكن تحطوا صينيتين في الفرن كمان. شايفين الصينيه اهي في الفرن، وكمان مش ممكن تحطوا صينيه من بره، يعني ممكن تطيبوا صينيتين في نفس الوقت. لو هتعمل مثلا صينيتين كيكه، هتعملي صينيتين برضو طواجن زي كده، واحده بدنجان واحده بطاطس مثلا، يعني ممكن تحطوا صينيتين ورا بعض في الفرن، كل اتنين يطيبوا في وقت واحد، يعني تستغل الفرن في صينيتين بيطيبوا ويطيبوا في وقت واحد يعني. فراح حاطه الصينيه اهي في الفرن اهي، شايف النار طالعه عليها وبسم الله ما شاء الله، والحطب جايد اهو اهو. باذن الله بقى لما تطلع الصينيه كده تشوفوا بقى فيها ايه، هتشوفوا فيها ان شاء الله باذن الله. تشوفوا البطاطس عامله والبصل عامل ازاي، بيبقى طعمها ماليش حل. حاجه سهله ومن البيت وموفره، على حتى الطبخه اللي احنا عاملينها والاكل اللي احنا عاملينها موفره. الفرن زي ما انتم شايفين كده، لا غاز ولا كهرباء ولا اي حاجه. الحطب موجود في البيت، يعني بتعمل لما تكوني عامله اكله موفره كده بتكوني ايه، بتكوني مبسوطه كده لما انت عملت حاجه موفره ودبرت كده عملت حاجه موفره. نفس الوقت تاني انت بتبقي بالاكل طعم تاني خالص، بالاكل طعم جميل يعني. ان شاء الله باذن الله القوانين بقى انا هنولع القوانين معاك ونطبخ عليها ونعمل احلى حاجه. اهم حاجه ان انتوا تشجعونا بس، عشان ما مش بنتشجع كده ولا حد بيهتم بالحاجه دي، فالواحد بيحبط يعني، بيبقى مش عايز ينزل حاجه. سامعين صوت البطاطس؟ سامعين الصوت؟ الصوت جايب اهو، انا سامعه الصوت، ما اعرفش انتوا سامعينه ولا لا في التليفون، يعني ما اعرفش التليفون جايب الصوت ولا لا بتاع الطاجن. بصوا سامعين الصوت ده؟ مش قادره اجرب التليفون على الحمر طالع من الفرن. انا جايباها هنا بره كده عشان ايه، اسمعكم بس الصوت بتاعها. شايفين؟ سامعين الصوت؟ ندخلها علشان لسه ما طبتش. بس بقى احنا هنبدا بقى ايه، هنبدا نطلع الصينيه. معانا صحن هنا، معانا صحن ومعلقه اهو عشان نشوف ايه، عشان نشوف البطاطس عامله ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن سخن بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ سامعين البقبقه دي؟ اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بس بقى لو الصينيه كانت مليانه بطاطس ما كانتش تتلسوع اللسوعه دي، هي عشان بس الصينيه فيها ايه، ما فيهاش كتير. الصينيه سخنه. نبدا بقى عايزين نشوف البطاطس عامله ايه والبصل، نشوفها هو طيب ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه شايفين؟ دايب يعني، دايبه دوبه، دايبه دوبه بس عشان سخنه. سكر والله سكر. انا مش عارفه اعمل ايه في الزيت دي.
بصوا اللهم صل على النبي. والبصل اهو، شايفين البصل؟ البصل برضه دايب دوبه، شايفين؟ دوسي عليها كده روسيه اهو، البصل والبطاطس كله دايب. بسم الله ما شاء الله. شو شش انت تاكلي ادوك سخنه. بسم الله ما شاء الله. انا هحوشها من قدامكم خالص عشان ترتاحوا. العيش بقى بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ والله دايبه دوب، دايبه دوب. بس سخنه. الحاجه الدافيه حلوه في الشتاء، وخاصه الطواجن دي يا جماعه. لو بقى عندك فراخ ولا لحمه اي حاجه يعني كده موجوده عندك في البيت وتقطع منها، تقطع عليها كده بتبقى جميله. يعني عندك صدر فرخه وتقطعيه قطع قطع وتحطها عليها بيبقى حلو. عندك مثلا فرخه بلدي وتحطها كده على الوش بس تكوني سلقاها يعني عشان تاخد نفس مستوى الطيبان بتاع البطاطس والبصل، لان دول بيطيب بسرعه. البطاطس لما تكون انت مقطعها وتحطها في فرن سخن زي كده بتطيب بسرعه. فانت لما هتحط معاها فراخ بلدي ولا حاجه تبقي سلقاها الاول وتحطها بقى على الوش كده تبقى حلوه. عندك قطع الفراخ البيضاء تحطها في النص، تحطها في النص بس تكون سلقاها نص سلقه. الفراخ البيضاء ما بتاخدش وقت برضه في الطيبان، ما بتاخدش وقت في النار، فبتبقى ايه؟ ما بتاخدش وقت. عايزه بقى العيش بسم الله ما شاء الله. نعم ما تنسوش اللايكات بقى، عملنا غايه. ادعو لكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.